بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل أكلة كده دقتها في مطعم، بس ما شاء الله كانت جميلة، كانت عجباني جدا، فكان لازم أعرف وصفتها يعني. شيش طاووق، بس معمول كده ومتستوي على النار بعدها بشوية، يعني ايه، مدي طراوة كده للشيش وطعمه ما شاء الله تحفة. الأول معاكم كده ساري محمد من قناة أهلي جنتي، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض في الشيش. اللي عاوز يعملها بالطريقة العادية، اللي هو لحد ما يتشوي على الفحم عادي خالص، في الفرن عادي خالص، مفيش أي مشكلة. عاوز يكمل لحد الخطوة دي، مفيش. بص، بتدي طراوة وطعامة للشيش ما اقولكوش يعني، ما شاء الله. عملت بقى كده سندوتشات، فكانت حاجة، الصراحة كانت الأكلة دي يومها كانت فظيعة. وكده قرون الشطة اللي احنا كنا عاملينها مع الشيش، مع السخان بتاع الشيش. نقول كده بسم الله، هنجيب فرخة بقى مقطعة، يعني نشفيها كده من العظم، اوراق، صدور. الأكلة دي في ناس ما بتحبش الشيش بالصدور عشان بتبقى ناشفة زيادة عن اللزوم، بيعملوها بوراك بس. فهو انتوا دلوقتي الوصفة دي بقى تعملوا صدور، تعملوا اوراق، مش هتبقى فارقة، هتبقى مطرياها. شوفوا ما شاء الله، قطعت كده الحتت مكعبات زي ما انتوا شايفين، قد الشيش، اكبر اصغر براحتك، على حسب ما انتي عاوزة وعلى حسب ما انتي بتفضلي. اول حاجة هنقول بسم الله. معانا كده اللبن، عاملاها بحاجة بسيطة جدا من البيت، ما مش حاجات بقى كتيرة ولا حاجات ملعبكة ولا كده. تقريبا كوباية لبن او نص كوباية على حسب كمية الشيش اللي عندك او الفراخ اللي عندك. وده خل، حوالي معلقة كبيرة خل. وده زيت عادي، زيت نباتي عادي، ما زيت ذرة بقى، زيت نباتي، زيت تموين، مش هتبقى فارقة. ده زيت زيتون. التاني ده حوالي نص معلقة او معلقة زيت زيتون. ودلوقتي عصير ليمونتين، يعني معلقة كبيرة او معلقة ونص كده عصير ليمون. خلصنا كده المكونات السائلة، وصلنا دلوقتي للبهارات. معانا زعتر وروزماري لو موجود، ممكن ده ملح وكزبرة وفلفل اسمر وبابريكا وشطة وبهارات وده زنجبيل فريش، وتوم بودر، بصل بودر، على حسب البهارات اللي انت عاوزاها. شوفوا ما شاء الله. وانا كده تعمليها بايدك كده، تحاولي تفركيها بايدك كده وتسيبيها بقى. انا سبتها حوالي يعني 24 ساعة، يعني ليلة او ليلتين، على حسب ما انتي عاوزة او على حسب ما انتي عاملاها. ايوه. هنفضل تقلبيها كده، تقلبيها كويس لحد ما هي تتشرب منها. اقل حاجة، اقل مدة لتتبيلتها حوالي ساعتين او 3 ساعات، عشان تتشرب منها كويس، واللبن هيديها طراوة. او زبادي، لبن رايب، مش هتبقى فيها اي مشكلة ولا اي ضرر خالص. ونحط كده الورق الاسترتش عليها، وندخلها بقى التلاجة. عايزة بقى تحطيها تركنيها في جنب، تمام. عايزة انتي هتسيبيها مثلا زي ما انا سبتها ليلة او اكتر، تمام برضو مفيش اي مشكلة. دي تدخليها التلاجة زيادة امان. احنا كده طلعناها بقى من التلاجة بتاعتنا، وجهزنا الحاجة بتاعتنا معانا. ده السيخان بتاع الشيش. عندك سيخان اللي هي السياخ بتاع الشيش اللي هو الحديد، مش مشكلة. عندك دي مفيش منها اي ضرر. جبنا فلفل وشطة وطماطم وبصل، وهنقطعهم زي ما انتم شايفين كده،
شوفوا لو الطماطم اللي هي الصغيرة، اللي هي مش فاكرة اسمها الصراحة، اللي هي الكريز الصغيرة دي، الطماطم الكريز الصغيرة دي هنحط طماطمية بحالها. لو كبيرة هنقطعها على قد ما احنا حابين القطعة بتاعتها. وبرضو البصل كذلك، البصل الصغير ده هنسيبه بحاله لمحبين البصل بقى. والبصل الكبير في اللي هيتقطع نصين وفي اللي هيتقطع كده، والشطة لوحدها. يعني لو عندك اطفال يفضل الشطة، يعني حاولي يعني تجنبيها خالص، يعني في جنب لوحدها خالص. نقول بسم الله كده، وهنعمل سيخين قدامكم، يعني هنعملهم مع بعض كده يعني. تدخلي بالراحة عشان خاطر السيخ ما يتكسرش، لان لو السيخ حديد هيبقى امتن من السيخ الخشب دي. ان شاء الله هبقى اوريهولكم في مرة بعد كده، هبقى اعملهولكم ان شاء الله بالسياخ الحديد واوريهولكم. انتوا ما شفتوش وانا بحط البصلة اللي في الاول، حطيت بصلة وبعد كده قطعة فراخ وبعد كده بصلة او طماطم على حسب ما انتي عاوزة الرصة اللي تعجبك، يعني خضار وقطعة فراخ، خضار وقطعة فراخ، وهكذا يعني. بصلة قطعة فراخ او قطعة شيش، طماطم قطعة شيش، فلفل قطعة شيش، كلام من ده. عايزة فلفل الوان مفيش اي مشكلة، بس الفلفل الالوان مش بحب طعمه بقى في وهو مشوي كده من غير ما يبقى معاه برنجان او كده. بحبه اكتر لو معاه اللي هي الخلطة بابا غنوج دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض قبل كده. دي كده خلصناها، وشوفوا ما شاء الله يعني خلصت زي كده الرصة بتاعتنا: بصل، فراخ، طماطم، فلفل، فراخ، شطة. هتخلصي الكمية بتاعتك كلها على حسب كده، وتجيبي بقى الخلطة اللي باقية وترشيها، لان طبيعي انتي الخضار ما تبهرش معاكي، يعني ما تبهرش ولا تنقعش معاكي، فانتي تظبطيه، فانتي تتبليه وتبهريه كده بالخلطة بتاعتنا. يعني ترشيها كده مش هيحصل حاجة، يعني لو سبتيها شوية على بال مثلا ما الفحم يخلص او كده، او تسخني الفرن لو انتي عايزة تعمليها على الفرن او الشواية الكهرباء كده. بعد ما شويناها شوفوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي، يعني شوفوا دي كده عايزة تاكلي على كده بألف هنا، مفيش فيها اي مشكلة، مش هتقول لا. الطماطم طارت مني خلصتها كده، ولميت انا بقى الشطة في جنب عشان انا طبيعي يعني اللي عندها اطفال وما مش ينفعش ياكلوا شطة بقى في الخطوة دي، تلمها على جنب. الكبار تحطها في طبق للكبار كده على جنب، اللي هم يحطوها في السندوتشات او في الاكل. يعني شوفوا ما شاء الله هي كده مستوية وجميلة وطرية وكل حاجة فلة، لان يعني خلطة اللبن مطرياها. بس انا بقى حابة الطعم اللي هو اللي زي بتاع الكبابجي كده. نجيب زبدة او شوية سمنة او شوية زيت في حلة كده او في طاسة على النار، ونقوم حاطين عليها بصل اللي هو الحلقات دي، ونقلبها كده لحد ما البصل يتظبط، ونحط عليه التوم بتاعنا. وهتقلبي برضو لحد ما يطرى شوية صغيرين، تشوفوا لحد كده اللي هو لحد ما يبقى ذهبي كده شوية، وتقومي حاطة عليه الفراخ بقى والشيش بتاعنا، وتقلبيها وتسيبيها بقى مهدية خالص، وتسيبيها بقى تاخد وتدي شوية كده مع نفسها. لو هي انت حسيتي انها ناشفة شوية زوديها حوالي معلقتين 3 معالق مية مش كتير، مش عايزة تزوديها مية ولا اي حاجة.
انا زودتها حوالي كده ايه 3 4 معالق ميه، واسيبها اغطيها بقى على نار هاديه خالص واسيبها. وبعد كده بقى تدوقيها بقى، يعني تدوقي بقى طعمها. انا زودتها شويه فلفل اسمر وشويه بهارات. انا بحب الفلفل الاسمر زياده على الاكل، وده على حسب انتي مزاجك، على حسب شوفي انتي بتحبي بهارات ايه. انا حابه بقى الفلفل الاسمر كده زياده. تقلبيه وتسيبيها كده، تسيبيها شويه، وبعد كده بقى ايه تقدميها. شوفي ما شاء الله طعمها بتبقى طريه وفيها طعامه، وطريه جدا جدا وحلوه جدا 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 بجد. تجيبي بقى عيش فينو، عيش دي تنفع لمصيف، تنفع تشوفي انتي عاوزة تعملي ايه الوصفة دي وتعمليها. تنفع لرحلة، تنفع في سندوتشات، تنفع في عيش بلدي زي ده، تنفع في عيش عيش فينو، ما فيش اي مشكلة. تنفع مع مكرونة، مع اللي هتاكليه هتنفع فيه، يعني زي ما انتي حابة ان انتي تاكليها هتنفع. وهتبقى احسن من المطاعم. يعني انا جربتها في مطعم والصراحة حبيتها جدا. كانت خلطة في طبق كده، فحبيت جدا طعمها بجد. وعيش بلدي وسندوتشات وربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم يا رب، اللهم امين. وكده هنحط بقى الشطة اللي احنا عيناها في جنب عشان الاطفال الصغيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.